السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الخشاف بطريقة كده سهلة وجميلة كده هتعجبكم بإذن الله. تعالوا هنشوف مع بعض الطريقة والمقادير أو اللي موجودة عندك هتعملي بيه. معانا هنا في البداية كده زبيب والتمر طبعا، وهنا السوداني أو أي مكسرات هتكون موجودة عندك هتستخدميها. طبعا الموجود عندي دلوقتي سوداني. معنا هنا التين مع المشمش مع القراصية وطبعا قمر الدين وجوز الهند. هنشوف هنعمل ازاي بقى ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو. في الحلة اللي هتنقعي فيها القمر الدين هتقطعيه كده فيها، لان عشان ما يسحش معاكي كده ويبهدل الدنيا. انا قطعته كده في الحلة اللي هنعمل فيها على طول. ومعانا هنا الحاجة بقى اللي هتخلي القمر الدين طعم الخشاف طعمه حلو وريحته جميلة، هي الفانيليا. هناخد كده رشة من الفانيليا صغيرة كده اهي مع قمر الدين، وهناخد كمان جوز الهند على قمر الدين. طبعا هنجيب بقى مية سخنة وهنبدأ بقى ننزل بيها كده على قمر الدين. هنجيب السكر، انا باخد معلقة واحدة بس من السكر، او حابة تحطي معلقتين مفيش مشكلة. وهنقلب كل ده كده مع بعضه. انا حطيت قمر الدين مع جوز الهند علشان كده متبقوش معاه وما تبقاش عايمة على الوش. هنقلبه كده مع بعضه مع السكر مع كله كده. هنبدأ بقى نغطيه زي ما احنا شايفين، هنبدأ بقى نغطيه لحد ما قمر الدين يختفي خالص في المية. تعالوا بقى على ما قمر الدين يجوش كده في المية، هناخد الزبيب وهننقعه كده في شوية مية باردين بالشكل دوت، ونسيبه لحد ما قمر الدين يبرد ويبوش. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ زي ما احنا شايفين هنكشف كده الحلة، زي ما احنا شايفين الجوز الهند بدأت تنزل تحت اهي وقمر الدين باش كله. هنبدأ بقى ننزل الخشب بتاعنا. ننزل الاول كده بمية باردة الكمية اللي انت حباها. ونبدأ بقى ننزل بالخشب بالشكل دوت. وهناخد كمان التمر، احنا طبعا غسلينه. المكسرات مش هنضيفها دلوقتي خالص. هناخد بقى الزبيب بعد ما اتنقع كده، زي ما احنا شايفين. وهنسيب كل ده لحد ما كله كده يتنقع مع بعضه، وهنشوف هيبقى شكله ايه. وده شكل الخشاف بعد ما اتخمر زي ما احنا شايفين، جميل جدا. ودي شكل المية بتاعته، شايفين الشكل. تعالوا بقى نفضيه في الاطباق. وده شكل الخشاف يا جماعه بعد ما فضيناه. هنبدا بقى نحط له المكسرات في الطبق كده،
اي مكسرات عندك بقى هتحطيها. بس كده، وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.